السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بقى النهارده هنعمل مع بعض كفته الفراخ، سهله قوي، طريقتها حلوه كده وحاجه مختلفه عن الوصفات التقليديه بتاعت كل يوم. ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده شكلها حلو قوي، وبجد هتعجبكم قوي، لازم تجربوها. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان فيديوهاتي الجايه ان شاء الله توصل لكم. بصوا بقى الجمال، بجد حاجه كده حلوه قوي مختلفه عن كل الوصفات اللي احنا بنعملها. اول حاجه هنجيب نص كيلو من الفراخ تكون صدور، وهنقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده معايا هنا بصله كبيره وفلفل، فلفل احمر او فلفل رومي او حراق، اي فلفل يعني. ومعايا هنا برضو كميه من البقدونس كده زي ما انتم شايفين. هضرب كل ده مع بعضه. بعد ما ضربتهم زي ما انتم شايفين كده حطيت كوبايه ميه صغيره جدا، يعني دي كوبايه صغيره قوي قوي. وهضربهم تاني. بعد كده بقى هنصفيهم، الخطوه دي مهمه جدا جدا، لان انا محتاجه احط اللي هو التفل ده، بس هو اللي هحطه على الكفته، والميه دي ما ترموهاش، هنحتاجها كمان شويه. بعد كده بقى في نفس برضو الكبة هنفرم بقية الفراخ. عايزة الفراخ تبقى ناعمة زي ما انتوا شايفين كده، بس برضو ما تبقاش ناعمة بزيادة قوي عشان نعرف نشكل الكفتة، ما تبقاش يعني سايبة معانا قوي كده. بعد ما فرمنا الفراخ هنزل عليها بقى بالتفل اللي هو بتاع البصل والفلفل والبقدونس. وهحط معلقة كبيرة من الدقيق كده عشان تمسك الخليط كله. وحطيت فلفل اسود وحطيت بابريكا وحطيت مرق الدجاج، وحطيت كمان بهارات فراخ وحطيت ملح. هسيب لكم المكونات دي كلها في صندوق الوصف اللي هو تحت الفيديو على طول عشان بس ما تتلخبطوش. بعد كده حطيت معلقه بيكنج باودر وقلبت كل الكلام ده مع بعضه، وهسيبها بقى في التلاجة بعد كده. بصوا اقل حاجه نسيبها في التلاجة مثلا ساعتين عشان تمسك شويه عشان نعرف نشكلها. هنسيبها بقى في التلاجة، وتعالوا كده نحضر الصوص مع بعض. في نفس الميه اللي قلت لكم عليها من شويه حطيت معلقتين كبار من الصلصه، وحطيت عليهم معلقه صويا صوص، وحطيت رشة ملح كده عليها، وحطيت رشة فلفل اسود، وبعد كده حطيت عليها رشة كركم، وهقلب ده كله مع بعضه. والصوص ده مهم قوي، هتشوفوا كمان شوية هنعمل بيه ايه. بعد بقى ما طلعنا الكفته لازم يبقى جنبك طبق فيه ميه، عشان ده اللي هتبلي ايدك فيه الاول عشان الكفته ما تبقاش ماسكه في ايدك. والعصيان اللي هنشتغل بيها تبقوا سايبينها في ميه برضو حوالي ساعه او نص ساعه، عشان لما تدخل الفرن العصيان دي ما تتحرقش. بنشكل بقى الكفته زي ما انتم شايفين، وبعمل بصباعي الحركه دي عشان يطلع شكلها زي اللي بتتباع بره كده. دخلتها الفرن، حطيتها في النص وشغلت الشوايه عليها. اول ما سبتها يعني سبتها بس 5 دقايق كده، طلعتها ودهنتها بالصوص اللي احنا عملناه، ودخلتها الفرن تاني وشغلت الشوايه عليها تاني لحد بقى ما خدت اللون الحلو ده. وبس كده طلعتها. هطلعها بقى كلها في صينيه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده جبت طبق صغير فيه معلقه زيت، حطيت عليه فحمه كده وغطيته عشان احس بريحه الفحم كده وريحه الشوي في الكفته. بعد كده بقى خلاص طلعتها، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها حلو كده وبتلمع. وبس كده، فيديو النهارده سهل وحاجه كده مختلفه، لازم بجد تجربوه. هسيب لكم المكونات كلها في صندوق الوصف. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب، وبألف هنا وشفا.